بنشوف 14 شاب بيوقّفوا شاب في الشارع وبيعتدوا عليه بالخشب، وكمان بيلبّسوه غيارات داخلية حريمي، وبيزفّوه في القرية كلّها، في دُكّان الحكايات مع رورو، في قرية صغيّرة في محافظة الجيزة. القرية دي بيعُم عليها الهدوء التام، والناس مسالمين جدًا لدرجة كبيرة. بيحصل مشكلة ما بين عيلتين، المشكلة ما بتكونش مشكلة كبيرة، ولكن طبعًا نسبةً للشباب اليومين دول، إن هم بدأوا إنه ياخدوا حاجات من الأفلام والمسلسلات اللي هي المفروض إنها ما بتحصلش في الحقيقة، ولكن بدأوا إن هم يطبّقوها فعلًا في الحقيقة. الشباب من العيلة التانية بدأوا إن هم يقولوا إن المشكلة دي مش هتعدّي على خير، وإن إحنا لازم نعمل حاجة علشان نعلّم عليهم، وإن المشكلة دي كده مش هتمُر مرور الكرام، وبدأوا إن هم يجمعوا 28 شاب من العيلة دي، وقالوا إن هم مش هيرجعوا للكبار في الموضوع، لإن لو قالوا للكبار على اللي هم يعملوه، الكبار طبعًا مش هيوافقوا على حاجة زي كده، لإن ده أكبر عار بالنسبة لهم. وقالوا إن هم هينفّذوا من غير أي حاجة، وفي دماغهم بقى إن الكبار بتوع العيلة لمّا يعرفوا إن هم عملوا كده هيسقّفوا لهم ويقولوا لهم برافو عليكم، لكن مش هو ده اللي حصل. وبتبتدي القصة لمّا واحد منهم يبتدي إن هو يجمع كل الشباب دي ويقول لهم إن إحنا لازم ناخد حقنا من الناس التانية دي اللي إحنا متخانقين معاها، ويقولوا له طب الحق ده إحنا هناخده إزاي؟ قال إحنا لازم إن إحنا نعلّم عليهم ونختار أحسن شابين فيهم. والشابين دول نعمل معاهم الغلط، وابتدوا إن هم فعلًا يدوّروا في العيلة دي على شابين، الشابين دول شباب متعلمين محترمين، بيروحوا شغلهم وبيرجعوا من شغلهم ما لهمش في المشاكل، ما لهمش أصلًا في المشكلة الأولانية ولا اتدخّلوا فيها، ولكن كل صفاتهم في الموضوع إن هم من العيلة وبس، وكل هدفهم كانوا إن هم ينقّوا أحسن 2 موجودين، يعني 2 شباب من عيلة محترمة وفي نفس الوقت كمان متعلّمين وناس محترمة وكل الناس بتحترمهم، يعني ما قالوش إن هم يعملوا حاجة زي كده مع أي اتنين وخلاص، وقسّموا بعض ل14 نفر و14 نفر، وابتدوا إن هم فعلًا يختاروا الاتنين اللي من العيلة دي، ويعرفوا خط سيرهم إزاي، وإن هم بيرجعوا من أشغالهم في التوقيت الفلاني اللي هو حوالي كده الساعة 15:00. وطبعًا الاتنين ما بيمشوش في نفس المكان، واحد بيمشي من طريق والتاني بيمشي من طريق، وعلشان كده قسّموا بعض ل14 نفر و14 نفر، وال14 الأولانيين بيُقفوا وبيكونوا متداريين، وبيبتدوا إن هم يجيبوا معاهم بعض الأسلحة وبعض الآلات الحادة وبعض الشوم. وبيقفوا بيوقّفوا الشاب ده، وطبعًا مع الكُترة ومع إن هُم في إيديهم الحاجات دي، الشاب بيبتدي إن هو يُقف، وطبعًا بيتكاتلوا عليه هُم ال14 ويبتدوا إن هُم يضربوه ويجرّدوه من كل ملابسه. ده في وسط القرية والناس واقفة مش قادرين إن هم يعملوا، ولكن أنا ما بالومش على الناس وباقول إن هم ما اتدخّلوش ليه، لإن الناس خايفين من الحاجات اللي في إيديهم وأي حد فيهم خايف إن هو يتأذي، ولكن أنا بالوم عليهم إن هم كانوا واقفين وبيصوّروا اللي بيحصل، وابتدوا اللي أكتر من كده كمان إن هم يجيبوا خشبة ويهتكوا عرض الشاب ده. واللي أكتر من كده كمان إن هم لبّسوه غيارات داخلية حريمي من فوق ومن تحت، وبدأوا كمان إن هم يزفّوه في كل القرية، يعني أبشع حاجة ممكن إن أنتم تتخيّلوها. وفي نفس التوقيت اللي هم بيعملوا مع الشاب ده كده، المجموعة التانية كانت واقفة على أول البلد، لإن الولد التاني شغله كان برّه البلد، وبيستنوا الشاب التاني، وفي وسط الناس كلّها، وفي وسط كل الناس اللي أكتر كمان من الناس الأولانيين، لإن المكان اللي على أول البلد ده بيبقى فيه مواصلات وميكروباصات، بيوقّفوا الشاب التاني والناس كلّها ما بتتدخّلش، ولكن الناس بتصوّر وبس. ويبتدوا إن هم برضه يخلّوا الشاب التاني كما ولدته أمه، ويعملوا زي الأولاني فيه بالضبط، ويلبّسوه غيارات داخلية حريمي، ويزفّوه في كل المكان.
الناس اللي في المكان ما كانش في إيديهم أكتر من إن هم يبلّغوا الشرطة. وفي ناس تانية بدأت إن هي تروح لعيلة الشابين وتروح وتقول لهم على اللي حصل، بس عبال ما الناس ابتدت إن هي تتحرك كانوا هم يعتبر لفوا القرية كلها بالشاب ده وهو بالوضع ده، والناس كلها كانت بتصور، وعبال ما الشرطة بدأت إن هي تيجي، وفعلا الشرطة بدأت إن هي تقبض على ال 28 شاب، وهم دلوقتي قيد التحقيق وقيد المحاكمة، ولكن الفيديوهات والصور انتشرت في كل مكان والناس كلها شافتها مع الشابين المحترمين اللي هم بيشتغلوا في وظائف محترمة. يعني ايه مصير حياتهم المستقبلية مع الصور والفيديوهات اللي انتشرت من الناس اللي هم عملوها يعني بالطريقة دي؟ دلوقتي تعتبر حياتهم اتدمرت، مش هيقدروا ان هم يمشوا في الشارع او يمشوا في القرية اللي هم ساكنين فيها، لإن أكيد على تليفون كل واحد في القرية بدأ إن هو ينتشر الفيديوهات بتاعتهم. طبعًا الناس اللي هم الكبار من الأسرة دي، لمّا ابتدت ناس من برّه تتكلم معاهم وتقول لهم إزاي الشباب بتوع العيلة بتاعتكم يعملوا الكلام ده، فردّوا عليهم رَد صريح وقالوا لهم إن هم اتفقوا وعملوا الكلام ده من غير ما إحنا نعرف، وإحنا لو هنعرف عمرنا ما هناخد حقنا بالطريقة دي. اللي أكتر من كده إن المشكلة اللي كانت حاصلة بينهم دي كانت مشكلة بسيطة جدًا، ومشكلة يعني هايفة، مشاكل ما بين شباب والشباب اتخانقت مع بعضها، وبعد كده ابتدوا شباب من العيلة دي وابتدوا شباب من العيلة دي يتدخّلوا علشان يدافعوا عن بعض، يعني خناقة بسيطة. واللي أكتر من كده إن الشابين اللي حصل فيهم كده بُعاد كل البُعد عن المشكلة دي، ما كانوش موجودين فيها ولا كانوا ليهم صلة، ولكن هم نقوا أحسن شابين في العيلة دي، وحبّوا إن هم يعملوا فيهم الشيء ده. طبعًا الشابين دول ما لهمش في أي مشاكل، ما لهمش في أي حاجة، ما لهمش في يعني حتى قاوموا معاهم، ولكن المقاومة مع الكُترة، مع الأسلحة اللي كانت في إيديهم، ما قدروش إن هم يسيطروا على الأمر، ما حدش اتدخّل، كل الناس كانت خايفة إن هي تتدخّل، إن هي تتأذى، وكل الناس كانت واقفة تتفرّج، وطبعًا الشابين دول تعتبر دلوقتي حياتهم اتدمّرت تمامًا. الشرطة المصرية مشكورة لمّا جالها البلاغ في أسرع وقت ممكن، كانوا رايحين وقابضين على 28 شاب وقبضوا عليهم وهم دلوقتي قيد التحقيق، ولكن للأسف القواضي اللي زي دي مش هيتحكم عليهم بالإعدام، مش هيوصلوا للعقوبة دي، ولكن ممكن يوصلوا لعقوبة كبيرة جدًا، مع إن يعني الناس اللي اتعمل فيها الشيء ده حياتهم اتحكم فيها بالإعدام، لإن أنا متأكدة إن هم مش هيقدروا إن هم يقعدوا ويكمّلوا حياتهم في المكان ده، لإن طول ما هم ماشيين هتبتدي الناس إن هي تتكلّم، الناس كمان بتزوّد الموضوع أكتر بنظراتها، بهمساتها، الموضوع بيكبر أكتر من المُعتاد، الناس ما بتسكتش ولا كمان تقول كفاية اللي حصل لهم، لأ، الناس ما بتعملش كده. فالناس التانية دي فعلًا اتحكم على حياتهم بالإعدام، ولكن القانون ما بيحكمش على اللي بيعملوا حاجة زي كده، ولكن نتمنى ليهم أقصى العقوبة علشان يكونوا عبرة لأي حد يفكر إن هو يكون عنده مشكلة، ويفكر إن هو يروح يعمل الكلام ده، أو مثلًا يتّبع شغل المسلسلات والأفلام. طبعًا إحنا عارفين المسلسل بتاع محمد رمضان لمّا برضه عمل شيء خطيبته أو مراته، وبرضه لبِّس الراجل قميص نوم، الشباب اليومين دول بقى بقوا بيقتضوا